مساء الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا كويسين. النهارده هنعمل من احلى والذ الوصفات اللي كلنا طبعا بنحبها، الا وهي المكرونه. اول حاجه حطيت ميه على النار وخليتها تغلي، واول ما غليت نزلت عليها بكميه المكرونه اللي انا عايزه اعملها. انا واحده ما بحبش احط عليها ولا ملح ولا زيت، وبخليها تغلي كده غلوتين وبطفي النار وبغطي الحله وبسيبها كده 3-4 دقايق عشان تستوي في الميه المغليه والنار مطفيه، وبس كده بصفيها وبغسلها كويس. هعمل بقى عليها سوسيس. قطعت الخضار، هقطع بصل وفلفل، هقطعه كده شرايح او مكعبات كبيرة مش صغيرة، وهقطع برضو الفلفل كذلك. الاكلة دي انا بحبها جدا وبتبقى سهلة جدا وبسيطة لو انت ما عندكيش اكل او كسلانة ان انت تقفي في المطبخ كتير. اسهل حاجة تعمليها هي المكرونة، وجنبيها بقى سجق، سوسيس، ستريبس، ايا كان، بتبقى طعمها حلو قوي. قطعت برضو السوسيس طرنشات كده بالعرض، اللي هي برضو تاخد شكل حلو. وجبت الطاسة وحطيت فيهم شوية زيت ونزلت عليهم بالبصل اللي انا قطعته، وجزر وفصين توم صحاح كده. لو عندك فصين توم مفرومين حطيهم، وهبتدي ان انا اشوح الخضار كله ده مع بعض. انا بنزل اهو بقطع التوم، فصين التوم، بجد الفصين التوم ادولهم نكهة حلوة قوي. واول ما تشمي ريحة التوم كده ما يتحمرش، تنزلي عليهم بالسوسيس وتقلبيه، تشوحيه تشويحتين، وتنزلي بالفلفل لان انا بحب الفلفل يقرمش كده وانت بتاكليه. واول ما احس ان السوسيس خلاص اتحمر معايا، يعني خد لون كده بسيط، هنزل عليه بكاتشب ومستردة ومعلقة كبيرة من معجون الصلصة وفلفل وكمون وبهارات وتوم باودر، وطبعا شوية ملح. انا عايزة اقول لكم ان المستردة والكاتشب ادوله طعم حلو جدا، تيست كده خطير بجد، لازم تجربوه بالطريقة دي. وانزل عليه بقى بربع كوباية مية علشان كله كده يتجانس مع بعضه. وطبعا اظبطي بقى الحدق بتاعه. بس كده كله ده خلص معانا، ونزلت عليه بالمكرونة وهبتدي اقلبه علشان يتجانس كله مع بعضه والمكرونة تختلط معاه. حطيت بقى من فوق الوش كده جبنة موتزاريلا، وغطيت الطاسة، غطيتها بالحلة زي ما انتم شايفين كده، والجبنة ساحت. انا عايزة بس الجبنة تسيح، وبجد كانت طعمها خطير خطير خطير. انتوا لازم تجربوا الوصفة دي وبجد هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. لو انتم عندكم كمان زيتون مخلي اخضر او اسود برضو حطوه في الوصفة دي، بيبقى طعمها حلو جدا. بجد من اسهل الوصفات، ما بتاخدش وقت خالص، وطبعا كلنا بنحبها واولادكم كمان. وبس كده دي تكون وصفتنا النهارده. يا رب لو عجبتكم ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم، وهستنى رايكم في الكومنت. باي باي.